هاد العتروس هذا والزوجة اللي كانوا عينيها زايغين، داكشي اللي قدروا يديروه ما غاديش يدخل لكم البال، وغادي يخليكم غير حالين فمكم وواقفين في بلايصكم. ولكن قبل ما نبداو، ما تنساوش تشاركوا في القناة ديالنا. القضية كبرات بزاف منكم كيتفرج ولكن ما مشتركش، نتمنى تشاركوا باش العائلة تزيد تكبر. المهم، في واحد المدينة كان واحد الزوج، راجل يعني الاسم ديالو ناصر. هاد ناصر كان شوية صعيب، ولكن ام عنده غير نيشان ولا جيتي ياكلو او شي حاجة ما يفوتكش. هو الخدمة ديالو تقريبا فلاح، ومرة كيبيع ويشري، وكيحاول يدير جهدو باش يوفر للمرأة ديالو اللي الاسم ديالها صفاء، اللي كان في العمر ديالها 28 سنة، حياة مثالية باش ما يخليهاش مخصوصة متى شي حاجة. هاد صفاء كانت مرأة اللي هي زوينة بزاف، يعني كانت كتفتن بالزين، ولكن كانت كتحس بشي حاجة اللي هي ناقصها في حياتها. وبعض المرات كتقول: انا نسال شي راجل احسن من داك ناصر، انا داك ناصر غير ظلمت مع حياتي وغير كنضيع مع حياتي. وكانت كتسعى باش تلقى هاد الحاجة المفقودة. هاد ناصر كان ما صايغ خبار وما عارفش الزوجة ديالو اش كتقول في دماغها. كان داير مجهود كبير باش يحقق الصفاء اللي هي حياة مستقرة وهادئة، وكان دايما كيكون مع المزرعة ديالو ومع البيع والشراء ديالو، كيخدم ليل ونهار فقط باش يخلي هاد صفاء اللي هي فرحانة. ولكن هاد صفاء كتفكر في حاجات اخرين، ما غير انها ترضي الزوج ديالها، انما كتفكر في شي افعال اللي هما ما يدخلوش لكم البال. كان كيزرع، كيعتني بالحيوانات. اما صفاء فكانت كتفكر في حاجات اخرين، ولكن مع مرور الوقت زاد الاحساس ديالها بالملل، وباغا تغير حياتها لشي حاجة اللي هي جديدة، شي حاجة تكون خارجة على الروتين اليومي اللي عايشاه. وكانت الحياة ديالهم كتجري بواحد الشكل اللي هو عادي، ولكن صفاء ما كانتش حياتها كتجري بواحد، ما كانتش كتجري بواحد الشكل اللي هو عادي، انما كانت كتفكر في حاجات اخرين، بحال شي مغامرة جديدة او شي حاجة تخرجها من داك الروتين الممل، لان الزوج ديالها ما كانش كيهتم بيها. ومرة كينعسوا بجوج فقط مرة واحدة في السيمانة، وهذا الشي زاد قلقها وخلاها ما تبقاش تقدر تزيد تصبر حتى دقيقة. هادشي خلاها تلقى شي واحد اخر في الحياة ديالها. كانت واحد النهار كتمشى، واحد الشخص جدوى معاها، ولكن هي في بلاصه ما تقول له سير بحالك انا مرا مزوجه، قررت باش تعطيه النمره وتدوي معاه. هاد الشاب اللي كان في الحي اللي سكن حداهم، هو كان عنده واحد الحاجه اللي ما كانش عند الزوج ديالها، لانه كان كيدوي معاه بواحد اللباقه، واحد التمكن في الدماغ ديالو، لان السيد كان واحد الخبره عنده، خبره كبيره في النساء. داك الشي علاش عرف كيفاش يدخلها وكيفاش يدوي معاها. وحتى هي ما كانتش من العاكزين، كانت غير على سبة، وكتقلب مع من تكمل حياتها وتفرغ داك العاطفة اللي ما عندها اللي ناقصاها. في واحد النهار من الايام، ناصر كان في المزرعة ديالو كيتعامل مع العتروس ديالو. هاد العتروس كان واحد الحيوان اللي هو ذكي بزاف وعزيز على ناصر، لان تقريبا كان معاه واحد 4 سنين هو عايش معاه. كان دائما كيتبعه فين ما مشى، مربي على يدو بحال مربيه بحال شي كلب، يعني بحال شي حيوان ماشي عتروس. وكان دائما موجود معاه في الفلاحة. هاد العتروس كان دور كبير عنده في المزرعة. اما صفاء فكانت دابا حاسة بشي حاجة ناقصة في حياتها. الروتين اليومي والجو اللي كانت عايشة فيه كيبانوا ليها مملين، كأنها بقات كتبحث على شي حاجة جديدة، شي مغامرة ولا شي تجربة جديدة. وهادشي اللي لقات في داك السيد اللي تلاقات بيه. في واحد النهار من الايام فكرت انها تخرج شوية من البيت وتلاقى مع ناس جداد، لان داك السيد واخا دوات معاه بحال مازال مع راسها كتقول واش خاصني ندوي معاه او لا ما خاصنيش ندوي معاه، وكتحاول تبعد عليه لانها مبغاش تطيح في شي مشكل. ولكن في الاخير قررت بانها تتواصل معاه
ويخرجوا بجوج. من تواصلت معاه هو جاب الطوموبيل وركبوا بجوج. وهو ملي كانوا غاديين كان ديك الساعة ما داينها حتى شي حاجة، كانوا كيقولوا بأن احنا مجرد أصدقاء وغادي ندوزو هاد الوقيتة، وكل واحد غادي يمشي بحاله وكل واحد غادي يمشي في الطريق اللي كتناسبه. ولكن ما كانوش عارفين بأن هاد الملاقية هادي الأولى ديالهم هي اللي غادي تخرج اليوم من حياتهم، وغادي تخلي الزوجة حياتها كاملة كتعاني. مع مرور الوقت العلاقة بين صفاء وداك السيد بدات كتطور، وصفاء بدات تحس بشي حاجة جديدة تجاه داك السيد. هو كان يقدم ليها واحد الوعود وواحد الأحلام اللي هما واخا نقولوا كذوب، ولكن عمر الزوج ديالها قال ليها حتى الربع ديالهم. وكان دائما كيعطيها كلمات اللي هي حلوة، وكان كيخليها تحس بشي حاجة اللي كانت كتحلم بها من زمان. وبحالها هو عارف النساء اشنو الاحلام ديالهم وشنو الكادوات اللي كيعجبهم، داكشي علاش هو كان كيقول ليها غير داكشي اللي كيعجبها. في البداية كانت كتسهل على نفسها وكتقول انه مجرد صديق، ولكن مع مرور الايام كلشي بدا يتحول. داك السيد كان كيخليها محتاجة ليه، وما كتقدرش شي نهار ما تلاقاش معاه او تعيش بلا بيه، يعني ولات متعلقة به بزاف. اما ناصر فكان دايما مشغول في الفلاحة، وما كان ما جايب الدنيا اخبار. كان كيخدم بواحد الجد باش يقدر يوفر لصفاء كلشي اللي محتاجاه. ولكن هو كان غلط، صفاء ما كانت محتاجة الاكل او تسافر او شي حاجة، انما كانت محتاجة حاجة اخرى اللي غادي تلقاها في داك السيد الاخر. هو كان كيبقى مخلص لحياته، وكان كيحس بشي حاجة غريبة. ولكن العتروس اللي كان دايما مع ناصر بدا يلاحظ تغيرات في صفاء. كان كيشوفها كتخرج من الدار بكثرة بزاف، وكان متعود عليها قبل كتجلس معاهم النهار كامل وما كتمشي حتى شي بلاصة، وكترجع من الدار في واحد الوقت اللي هو متأخر. ومع مرور الايام بدا كيشوفها كتتحرك مع هاد السيد في اماكن اللي هي مختلفة، لان ماشي ديما كيجيب الطوموبيل غير مسلفة مع عند صاحبه باش كيثبتها. والعتروس كان دائما كيشوفها، لان العتروس كان بعض المرات ما عززش عليه غير داك السيد، انما كان كيمشي حتى مع الزوجة، وكانت كتقول مع راسها هذا اللي جا معايا او شي حاجة ماشي مشكلة غيتبعني، راه غير عتروس وما عنده ما يقول وما يقدر يدير حتى شي حاجة. وهو هاد العتروس بحكم التجربة ديالو والحدس ديالو القوي بدا يلاحظ شي حاجة ماشي طبيعية، كيحس بوجود شي حاجة اللي مختلفة. وفي يوم من الايام صفاء خرجت مع يوسف كالعادة، والعتروس كان كيشوفهم، كان دايما كيبقى قريب من ناصر. ولكن في هاد المرة بدا كيتحرك بواحد الشكل غريب، وكيتصرف بواحد الشكل اللي ماشي عادي. هادشي كامل كان كيديرو بحكم التجربة ديالو والحدس ديالو القوي. بدا يلاحظ التغيرات اللي هي كبيرة في التصرفات ديال صفاء. كانت دايما كتمشي مع ناصر في الفلاحة، كيشوف كيفاش كتخرج صفاء من الدار في الليل، كيقول مع وكيشوفها حتى في الدار كيفاش بدلت التصرفات ديالها. ما بقاش كتجيب الناصر دائما الفطور، ولات كتقول له وجد راسك، وما بقاش معتبراه الزوج ديالها، بحال شي واحد خدام عليها كيشارك هو وشاركه هي وياه غير الدار فقط. هاد الشي هذا ناصر ما كانش كيشك في شي حاجه، وما كانش لساق الاخبار حيت كان مشغول في خدمته، وما كانش كيشوف التفاصيل اللي هي صغيره. ولكن العتروس كيحس بشي حاجه اللي هي غريبه، وكان عنده واحد الحدس اللي هو قوي. في واحد النهار ناصر كان في المزرعه، والعتروس كان معاه كالعاده ديالو. ولكن في هاد اليوم العتروس شاف صفاء خارجة عاوتاني مع داك السيد، وركبت معاه في السيارة ديالو. ما قدرش يتبعهم هاد المرة لأنه غادا في السيارة، وهو ما يقدرش يسبق أو يتبعهم. العتروس بدا كيحس بشي حاجة غريبة بزاف، وتحرك بواحد الشكل ماشي طبيعي، وبدا كيحرك في راسو، ولا مشى حدا ناصر وبقى كيحفر في التراب، يعني راه شي رسالة كاينة تماك أو شي حاجة. وهادشي ناصر حتى هو خلاه كيشك بزاف، لان لاحظ واحد الحاجه
فوق ما كتكونش الزوجة ديالو في الدار، العتروس كيبدا يدير دوك الحركات. العتروس كان كيعرف ان شي حاجة غير عادية غتوقع، وكان كل ما شاف صفاء مع داك السيد كيحس بواحد القلق اللي هو شديد، لانه كان كيشوف المجهود اللي كيديرو ناصر وكيبقى فيه الحال تجاه داك السيد. ناصر في الاول ما لاحظش التغيرات والحركات ديال العتروس، ولكن مع مرور الوقت بدا يشك في الامر. في كل مرة العتروس كان كيتحرك ويدير دوك الحركات وكيتصرف بواحد الشكل غريب، ناصر بدا يحس ان شي حاجة ماشي على ما يرام. العتروس كان بمثابة تحذير، والشي اللي كان كيشوفه ما كانش قادر يشرحه لنفسه. ناصر حس بلي العتروس كيحاول يقول شي حاجة اللي ما قدرش يعبر عليها، ولكن ما كانش عارف كيفاش بالضبط يقول هاد الهضرة هادي. مع مرور الايام العتروس بدا يتصرف بواحد الطريقة اللي غريبة بزاف، كان كيبان ليه ان شي حاجة ماشي مزيانة. ناصر بدا يحس بشي حاجة اللي هي غريبة، ولكن ما كانش قادر يفسرها حيت كان مشغول في المزرعة ديالو. ولكن في واحد النهار هو طالع في الطريق بعيد على الدار، شاف العتروس مرة أخرى وهو كيركض بواحد السرعة كبيرة ورا صفاء. ناصر حس بشي حاجة اللي هي غريبة، العتروس كان كيسبق ورا صفاء وهي كتمشى مع داك السيد في نفس الاتجاه، وكان كيدير واحد الصوت اللي هو ماشي طبيعي وكيحرك في رجليه وبحاله باغي يعضها. ناصر وقف في اللحظة وبدا يفكر في داك الشي كامل اللي شاف. في ديك اللحظة قلبه بدا يقول لي ان العتروس كيعرف شي حاجة، كيفاش حيوان كيلاحقها كل ما كانت كتمشى، ولكن هاد المرة ما كتمشاش انما غادا مع هاد السيد وهو كيدير هاد الصوت، يعني راه بيناتهم شي حاجة. ولكن هو ما كانش متأكد 100%. فكر في انه لازم يعرف الحقيقة بنفسه، فقرر انه هاد المرة غادي يمشي هو والعتروس باش يشوف كل شي بعينيه. اللي كان كيبان ليه في الطريق هو المرأة ديالو وداك السيد. الحيوان كان كيعرف فين كتمشي صفاء، داكشي علاش هو بقى كيحرك في رجليه، يعني كيقول لك السيد ناصر غير تبعني وانا غنوريك كل شيء. وكيدار ناصر على الطريق اللي تسلكو حتى وصلوا المكان اللي هو بعيد على الدار واحد شوية. هاد اللحظة كانت ديك الساعة ناصر كان دماغه بحال مقلوب عليه وقلبه حتى هو مشدود، لأنه كان كيقول واش دابا غادي نشوف شي حاجة اللي غادي تقدر تبقى صادماني حياتي كلها، أو ما غادي تكون حتى شي حاجة وأنا غير بقيت شاطر راسي وغادي نرجع للدار هو هداك. من بعد ما قرر بأنه ناصر يتبعها وصل لواحد البلاصة وكانوا راكبينهم على الطوموبيل، وديك الساعة هو شاف كل شي بعينيه وبقى غير مصدوم، لأنه قال مع راسو واش أنا نهار كامل تمارة والخدمة والعذاب الشديد في الثلجات مع هاد السيد وبدلتني بيه. ولكن هو ديك الساعة عرف متأكد 100% بأن كاينة خيانة، لأن كانوا راكبين في الطوموبيل وكانوا كيضحكوا بجوج وكانوا ما لابسينش الملابس ديالهم كاملة. ديك الساعة تأكد 100%، ولكن ما قدرش ديك الساعة يواجهها، خلى حتى يمشيو للدار لأنه هو من طبيعته مسكين ما كيقدش على المشاكل، وقال مع راسو نقدر الا مشيت نواجه او شي حاجه يكونوا هما متفقين عليه وانا غير نقرب يكونوا هازين معاهم شي حاجه وقدروا يرتكبوا فيا شي حاجه، خلي حتى نمشيو للدار لانها البلاصه مهجوره، لان غادي يقولوا مع راسهم الا مشيت بغيت نفضحهم غادي يبغيو ينهيوني على الحياه باش ما نمشيش نديكلاري بيهم. غادي نخلي حتى تمشي هي للدار باش ديك الساعه تكون في الدوار ديالنا وغادي نقدر نكشفها وما تقدر دير لي حتى شي حاجه لانه دايرين بين الناس. من بعد ما رجع للدار هو والعتروس قرر بانه ما يبقاش ساكت وغادي يدوي هاد النهار هاد الليله الحق وما يخليهاش تزيد حتى دقيقه. من بعد ما رجعت مع ديك 11 ديال الليل وهي ضاحكه وناشطه، شافت ناصر جالس في الصالون هو مقلق ومغوبش. هي ديك الساعه كيسحاب لها بانه ناصر، هي اصلا ناصر كتشوفه دايما هكاك، ما كانش عارفه بان هاد الليله ديالها هي التاليه في هاد الدار. ديك الساعه هي بدات كتقول له ناصر اشنو طاري ليك، يكمل عتروس وقعت له شي حاجه او لا
وقع لك شي مشكل في الفلاحة أو لا طرا لك شي مشكل مع الكسيبة. ديك الساعة هو يقول ليها العتروس ما طراتليش بيني وبينك شي حاجة، ولكن هو اللي قدر يكشفك على حقيقتك. هي ما فهماش اشنو قال، لان ديك الساعة بقات هي كتقول مع راسها كيفاش العتروس كشفني على حقيقتي وانا اصلا علاش غادي يكشفني هاد العتروس. كتقول هي هاد الهضرة فقط باش تخليه غير باش تخليه ما يعرفش شنو يقول، لانه كانت باغا تلفو بحال زعما هي ما دايره حتى شي حاجه. ولكن هو كان عارف كل شيء، وقرر باللي انه غادي يقول ليها كل شيء هذا النهار. قال ليها العتروس هو اللي ملي كان كيتبعك ديك المره وكيدير دوك الاصوات وكيفركل، انت كيسحب لك هذا مجرد حيوان وما عارف حتى شي حاجه، ولكن هو اللي وراني الطريق فين كتمشي انت وداك السيد، وراني شفتك راكبه انت وياه في الطوموبيل وشفت داكشي كامل اللي كنتو كديرو. هي كتقول له لا، هذيك راه يمكن ماشي انا او تالفت لك، وراه تقدر تكون غير غير سهيتي او نويتي شي حاجه اللي ماشي هي هذيك راه ماشي انا. وديك الساعه يقول ليها نقدر انا نكذب في اي حاجه، ولكن الا في هذه كل شيء واضح وباين وتكشفتي على حقيقتك. انا دابا بغيت نقول لك غير حاجه وحده وجاوبيني عليها، وديك الساعه نقدر نبقى ساكت. اشنو لقيتي بداك السيد اللي ما لقيتيش فيا انا؟ واش انا نستاهل هادشي اللي كديري فيا من بعد ما هاد التضحيات كامل اللي درت على قبلك؟ وحتى عائلتك ما كانوش حاملينك وانا جبتك وتهليت فيك ودرت فيك هادشي كامل، في التالي هادشي باش كتجازيني؟ هي ديك الساعه بقات غير مصدومه من الهضره اللي قال ليها، لانها عرفت راسها شنو دارت وانبها ضميرها لواحد الشكل اللي هو كبير بزاف. ديك الساعه بقات كتقول مع راسها علاش انا دار لي، علاش كيقول لي بحال هاد الهضره؟ ولكن هي عرفت ديك الساعه مع راسها بانها دارت الذنب وتستاهل هاد الهضره كامله اللي قال ليها. هي تقول له انا مشيت مع داك السيد ماشي حيت ما كنبغيكش، انا راني باقا كنبغيك، ولكن داك السيد لعب لي بعقلي واهتم بيا وعطاني داك الشيء اللي ما عطيتينيش نتايا. انا عمري ما قدرت ننساك ودايما كنفكر فيك وما كنتش قادر نخونك، ولكن داك السيد لعب لي بعقلي. انا غنقول لك حاجه وحده، كنتمنى تسمح لي على داك الشيء اللي درت، لانه انا عمري ما غادي نلقى شي واحد بحالك اللي اهتم بيا ودار عليا هادشي كامل. هو يقول ليها انا تقص فيك وعطيتك كل شيء في حياتي، ولكن نتيا هاد المره هادي دابا طحتي من عيني، وحتى الا بقينا بجوج انا وياك دائما داك المنظر د الخيانه غادي يبقى ليا في عينيا. داكشي علاش الحل اللي غادي نقول لك دابا هو ما تزيدش تكملي معايا حياتك، لان الا كملنا غادي نبقى دائما نشوف فيك داك المنظر ديال المرأة الخائنة اللي خانتني وخانت الثقة ديالي. هي ما سمعتها الهضرة عرفت بان هذه هي النهاية ديالها. وهو يقول ليها انا واخا درتي ليا هادشي كامل غادي نعطيك حقك، وغادي نعطيك داك الفلوس اللي ديال داك السنين اللي دوزتي معايا، وغادي واخا انت ظلمتيني ولكن انا غادي نكون رجل طيب. ولكن ديري واحد الحاجة في بالك، انا عمري غادي نسمح ليك او عمري نفكر حتى شي نهار تجي عندي وتطلبي مني السماحة، لان كوني اكيدة غادي تتعرضي للرفض. هي من بعد ما سمعت ديك الهضرة بزاف بدات كتبكي وما بقاتش قادرة تقول شي حاجة، ومشات حناتلو على ركابيه وبدات تبوسلو في رجليه وقالت له سمح لي غير هاد المرة، انا عمري نعاود وانا ما كان سحبني غير وصل لهادشي كامل. هو يقول ليها انا ما غاديش نسمح لك، لان انا وكان طرا لي هادشي هذا كامل انت انا متاكد 100% بانك ما كنتيش غادي تسمحي لي وما كنتيش غادي تعطيني فرصه اخرى. داكشي علاش غنقول لك دابا قابلت الناس، انت في طريق وانا في طريق، ولا زدتي معايا الهضره او شي حاجه انا غادي نمشي نديكلاري بك عن البوليس، وانت عارفه التهمه ديال الخيانه شحال فيها ديال الحبس. داكشي علاش غتهزي عليا حوايجك دابا وعمرك ما تولي تفكري في شي واحد الاسم ديالو ناصر. ديك الساعه بدات كتبكي، ولكن عرفت راسها بان وصلت للنهايه، هزت حوايجها ومشات بحالها. وديك الساعه ناصر تعلم واحد الحاجه، بانه الثقه ما خصهاش تكون في اي واحد،
وعرف واحد الحاجة أخرى، بأن داك العتروس أرسلو ليه الله باش يكتب الحقيقة ديال الزوجة ديالو وديك الخيانة كامل اللي دارت له. القصة ديال اليوم وصلت النهاية ديالها. كنتمناو تخليو معكم واحد اللايك باش دائما كيدعمنا داك اللايك. وشكرا لكم على المتابعة ديال القصة من الأول حتى للتالي، وتهلاو ليا فراسكم، وشكرا لكم.